الناس اللي ايديها شقيانه، الايد الشقيانه دي ربنا بيحبها. مش عارفه انت ازاي سايبه ايدك بالمنظر ده ومش مهتميه بيها خالص، مع ان تفتيح الايد وتنعيمها وترطيبها وكمان ازاله التسبغات اللي فيها بمكونات موجوده عندك في مطبخك. ايوه في مطبخك، في الرف اللي في النص انا شايفاه، بس انت اللي مكسله. طب يلا قومي دلوقتي اعملي اقوى ماسك او افضل مكونات هتفتح ايدك، هتخليها كده بتبرق، هتفتح ايدك وتنعمها وترطبها وكمان هتزيل اي تسبغات منها. ايه هي المكونات دي؟ هنقول بس صلي على سيدنا النبي عشان ناخد حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصي يا ست البنات، هتفتحي التلاجة هتلاقي فيها كوبايه لبن، انتوا مش عايزينها، انا بقى محتاجاها عشان هنعمل بيها مكونات. هتاخدي لي منها فنجان او مقدار 3 معالق. تمام. هتضيفي عليهم ايه؟ هتضيفي لي عليهم معلقه قهوه، وكمان هتزيدي لي عليها معلقه نشا، وضيفي لي كمان عليها معلقتين من الدقيق. طب احنا كده عملنا مكونات ما فيهاش ترطيب، ما انا هديكي بقى اقوى حاجه للترطيب. هتضيفي لي عليها معلقه كبيره من الطحينه، ولو عندك نص ليمونه يبقى كتر خيرك، يبقى انت عملت الصح مع ايدك. المكونات دي هتعمليها على ايدك يوم بعد يوم. جيبي لك جوانتي من الصيدليه ثمنه رخيص والله مش غالي، وهتلبسيه على واشطفي ورطبي بزيت لوز حلو يا ستي، مش هكلفك حاجه كتيره. زيت لوز حلو، ما عندكيش زيت لوز حلو مفيش افضل من زيت الخروع لتفتيح وترطيب الايد. هاتيه واستخدميه على ايدك. بعد 3 ايام بالظبط من تطبيق المكونات دي على ايدك هتشوفي تفتيح رهيب وهتشوفي تغير تام في ايديكي. اعمليها وانت الكسبانه. خلصتي معاكي الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.